مرحبا بكم في قناتنا. لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك والتعليقات وتفعيل الجرس. مرحبا بكم في قناتنا. لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك والتعليقات وتفعيل الجرس. وسمحوا لي انا غادي نتكلم دابا بناء على التصريح. راح حنا الملك هو اللي عندنا، الا قال شي حاجه خذوها كنص قانوني، ولكن من غير الملك راه والو. اللي قال لك شي حاجه اليوم غدا يتراجع عليها، وهادشي راه وقع. قلت لكم هادشي وقع. قال بانه رئيس الحكومه قال بانه الولاده، منحه ديال الولاده الاولى ملي تمرض المراه، ملي تولد المراه الولده الاولى ديالها غتاخذ 2000 درهم، والولده الثانيه غتاخذ 1000 درهم. مزيان؟ الله ودي هادشي كيفرح. انا الدعم اللي كيتعطى للاطفال حتى ل5 سنين، يعني من صفر، يعني ملي كيتولد حتى ل5 سنين غتاخذ عليه 200 درهم، غتاخذ عليه 200 درهم شهريا، وذلك من فاتح يناير 2023. يعني هو تيتكلم في التصريح ديالو من نهايه 23، من نهايه قال دجنبر 2023 200 درهم شهريا عن كل طفل. في 2025 غتاخذ 250 درهم على الطفل، يعني اللي عندك 2 وليدات في 2025 غتاخذ 10000 ريال عليهم في الشهر. ولا عندك والنهار السنه الثالثه اللي هي 2026 غادي ترجع 300 درهم على كل وليد. مزيان؟ مزيان. دعم الاطفال في سن التمدرس، هذا الشيء اللي قلت في الاول، من 0 سنه اللي عاد تولد ل5 سنين 200 درهم في 2024، 300 درهم 250 درهم في 2025 و 300 درهم في 2026. دعم الاطفال في سن التمدرس، يعني هما بداو يقراو ابتداء من 6 سنوات حتى ل 21 عام غتاخذ 200 درهم شهريا عليه في نهايه 23، و250 درهم في 2025 و300 درهم في 2026. يعني عندك 3 الوليدات في 2026 غادي تاخذ 900 درهم عليهم. مزيان؟ مزيان. وتيقول لك بانه الدراري ملي كنزيدوا على 3 غنبقاو ناخذوا 36 درهم على الوليد الرابع وعلى الوليد الخامس والسادس ايضا والسادس. 3 الرابع والخامس والسادس 36 درهم شهريا. علاش هادشي؟ باش يكون هادشي مساواة مع المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. راه هادو الناس اللي ما عندهم حتى شي حاجه. ثم دعم النساء الارامل، هذا محور مهم. هضرت المحور الاول ديال الولاده، المحور الثاني ديال الاطفال، والمحور الثالث ديال النساء الارامل، يعني اللي راجل ديالها ميت. هذه اللي راجلها ميت وهي بوحدها، مات راجلها وخلاها الجاله بوحدها، غتاخذ 500 درهم ابتداء من نهايه 2023، 500 درهم في الشهر. كان عندها شي وليد غادي تاخذ 350 درهم شهريا لكل طفل مع حتى نهايه 2024. وهاد 350 درهم غترجع 375 درهم في 2025 وغترجع 400 درهم في 2026. يعني الا عندك 3 الوليدات وانت هجاله غادي تاخذي 8200 درهم من هنا ل 2026. قد تدخل لك شهريا 1200 درهم. ان 400 زائد 400 زائد 400 3 ديال الوليدات. ولا عندك وليد واحد غتاخذي 400 درهم في 2026. اذن هادو اللي عندنا بالنسبه للارامل. اذن دابا باش